السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم؟ أخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، يا رب يتعاد عليا وعليكم بخير، اللهم آمين. أحلى كاسات زي ما انتم شايفين، وكوبايات كنافة بالكريم شانتيه. حابين فاكهة؟ استعملوها. احنا عايزين نعملها من غير فاكهة، عاملينها كده كريم شانتيه وكنافة. فيديو حلو هنعمل فيه الكنافة خطواتها واحدة واحدة على الهادي، وهنعمل كريم شانتيه معانا، وهنعمل السكر بتاع الكنافة او الكلوكوز. يا رب يتعاد عليا وعليكم بخير، اللهم امين. احلى كوبايات، احلى كاسات، بألف هنا وشفا. وفيديو وده اللي جودنا بيه في يومنا ويوم ربنا يقبلنا منا، من الصايمين، من اللي قايمين للقرآن. يا رب يتقبل دعواتنا ويتقبل دعواتكم، اللهم امين. يوم رمضاني حلو في الحلويات بتاعتنا، وفيه الحلو بزيادة. وربنا يا رب يجعله دايما في ميزانات حسناتك وقفتك ليكي ولولادك، وربنا يخلي ويهدي ويكمل شفايا على خير، اللهم امين. يلا بينا الفيديو حلو. كل سنة وانتم طيبين بألف هنا. عشان نعمل الشربات بتاع الكنافة، لما تعملي الشربات بتاعها كوباية سكر كوباية مية. عايزة تعملي 2 مية يبقى 2 سكر، وهكذا. معانا كيس فانيليا مش هنضيفه الا ساعة لما نيجي نطفى عليها، عشان الريحة تطلع حلوة تمام، بس الطعم ما يمررش معايا. معايا كوباية سكر ومعايا ليمونة. اول حاجه هنجيب كوبايه الميه اهي، بسم رب العالمين. انا هعمل فيه اللبانه دي، ومعايا كوبايه سكر اهي، تمام. ومعانا عصره الليمون بتاعنا، بس مش هنضيف الفانيليا دلوقتي. اهو دي النص الاولاني، ومعانا النص التاني. هنضيفها على النار عشان تغلي، تمام. انا كده ضفتها على النار اهي. حلو الكلام. انا هعمل نص كيلو بس، لا اكتر ولا اقل من الكنافه. هسيبها بقى لما تغلي واقول لكم نحط الفانيليا. بعد 5 دقايق بالظبط هضيف بقى كيس الفانيليا بتاعي يغلي، واقوم طافيه عليه، تمام. لو انت بقى بتعملي بسبوسه نحط معلقه سمنه او معلقه زبده. انا مش هحط زبده ولا سمنه لانها كنافه. هسيبها بقى تبرد خالص حبيبه قلبي. ده السيرم بتاع الكنافه لما تعمليها بالكريم. اطفي بقى عليها، تمام اهو. هنعمل مع بعض الكريم شانتيه. الكريم شانتيه بتاعنا عباره عن 5 معالق كريمه شانتيه خام، تمام. عباره عن 5 معالق كريمه شانتيه خام، تمام. ومعانا كوباية لبن كبيرة، شوب كبير حلو. ومعانا 4 معالق سكر بودر او 5 معالق حسب انت تحليتك. بتحبيها مسكرة هتحطي 5، بتحبيها وسط 2.5 3 4 اللي يعجبك. حلو الكلام. اللبن بتاعي يعني يعتبر شبه متلج، ثواني كده اهو. يعتبر اللبن بتاعي شبه متلج، بس انا غلياه وقبل كده غلياه. ومعايا حبيبه قلبي شويه ميه متلجين خالص اهم، تمام. هنضيفهم برضو مش هتقول لا. وهننزل بالكريمه بتاعتي، بسم رب العالمين. وهننزل بالسكر البودر، اللي شايفه كتير يقلله. ننزل بقى ايه بالمضرب بتاعنا اهو، وهشغله الكهربي وارجع لكم تاني عشان بس الصوت. انا خدتها الاول على اول زرار عشان ادوب طبعا اللي هي كريم شانتيه الاول البودره، وقلبتها واحده واحده. انا هفتح ومش هتكلم عشان تعرفوا بس انا عملت ايه. وبعد كده تنتني بقى كده لغايه ما عليت السرعه، لغايه ما تعمل معاكي فوق. لازم تعلي السرعه لغايه ما تعلى معاكي عشان تعمل معاكي فوق.
اقل حاجه كده معاكي بالظبط ربع ساعه، من اول ما تبدأي لحد ما تخلصي، ربع ساعه. معلقه بقى تقلبي الجلاش دي عشان تبقى ليكي تمام كده. يبقى الكريم شانتيه بتاعنا تمام. تزيني بيه كل الحلويات. شايفين؟ انا هجيب معلقه واخد الجداب دي الاول، بس هي بقت خلاص تمام اهي. شايفين؟ كل ما تعملي كل ما تتقل معاكي. عايزاها تقيله معاكي يبقى هتقليها بان انت تزودي شويه وتلفي بالكهرباء شويه، يعني بالخلاط شويه. انا مسميه خلاط، هو مضرب بس انا مسميه خلاط. تمام كده. يبقى البقى جاهزه معانا زي ما بيقول الكتاب. احلى من كده ما تلاقيش كريم شانتيه. يلا في دقايق هتعمليه. حاجة بسيطة وسهلة وجميلة وحلوة لكل ست لكل بيت. احلى كريمة شانتيه هتعمليها ببودرة كريمة شانتيه، ومش هتحتاجي غير ان انت لما تعمليها الخطوة دي. تعالي. منوعات حسناء كنافة. النهاردة عندنا يوم حلو عشان هي حلو والكل بيحبها. باتت ليلة في الفريزر. انت بقى عايزة تطحنيها في كبتك شغال. انا هقعد كده مع نفسي وادعي لولادي واكسرها عشان خاطر تبقى زي كده وتبقى عالي العال. هنعمل النهاردة حبايب قلبي حاجة حلوة هتعجبكم. والكنافة دي هنعملها حلاوة وجمال في الكاسات. عايزة تزودي وتعملي انت بالمانجا لازم تستعملي جيلي عشان يحافظ على المانجا. انا ولادي عايزينها بالكريم شانتيه. تمام. هنعملها كده مع بعض، بس بعد ما نكسرها نرجع لبعض تاني. باتت ليلة في الفريزر. يلا. انا زي ما بيقولوا كده فركتها بايدي. انتي بقى تعمليها بالكبة شغال، بس لما هي بتبات في الفريزر بتبقى سهلة خالص. بصوا اهي. حبيت اقول لكم بس انا عملتها ازاي وخليتها ايه زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب بقى حبايب قلبي، انتوا عايزين تعملوها في الفرن شغال، تعملوها على البوتاجاز هتحمريها ممكن تاخد منك بس كده ربع ساعة تحمير. دول قدامكم كده ان شاء الله. هنحط حوالي 6 معالق او 5 معالق سمنة. تمام. عشان دول نص كيلو مش كيلو. تمام. يلا بقى كده على البوتاجاز ونضيفها. ادي الصينيه بتاعتي اهي بعد ما السمنه بتاعتها تسيح على حسب بقى ما تاخد. وان شاء رب العالمين نضيف الايه الكنافه ونحمرها زي الشعريه كده ما بنعملها للرز بتاعتنا. عايزه تدخليها فرن ماشي، انا هعملها على البوتاجاز كده زي ما بيقول الكتاب. انا ضفتها دلوقتي اول ما السمنه بتاعتي سخنت. خدي بالك على الهادي، مش هنعلي عليها ولا حاجه. عايزه تحطيها على وش في وش الفرن شغال. انا بعملها على البوتاجاز. تمام. على الهادي خالص. تمام. كل سنه وانتم طيبين، تاكلوها بالهنا ويا رب كده دايما دايما معانا منورين. انا مستمره في التقليب لسه. تمام. يعني خدي كده ربع ساعه على الهادي مع نفسك، وخدي استغفار، خدي دعوات ربنا يتقبل ان شاء الله. اهو الصينيه شغاله لغايه ما تاخد معاكي لون ايدك فيه. بس طبعا النار هاديه، ولو دخلتيها برضو الفرن هتبقى هاديه. تمام. بدأت تاخد معايا لون اهي لو تاخدوا بالكم مع التقليب. طبعا جوانب من كل ناحية اهو بدأت تاخد معايا لون. ركزي معاها وعلى الهادي، وزي ما انا قلت دعوة حلوة وربنا يستجيب مني ومنك اللهم امين. منوعات حسناء احلى كنافة تاكليها في الكوبايات.
مراحل اكتمال القمر اهي. ايه رأيكم؟ برضو مستمرين في التقليب زي ما انا قلت لكم، من ربع ساعة ل20 دقيقة على الهادي. يا زبادي خليكي قلبي واستغفري. حلو الكلام. هي خلاص هانت اهي ان شاء الله. كده القمر بتاعنا خلاص. انا هدي بقى خالص اهو. لو النار انت موسطناها شويه هديها اكتر. خلاص اهي. ايه رايكم بقى؟ ولا في الفرن ولا اي حاجه. حلو الكلام اهو، لغايه ما تاخد اللون اللي انا عايزاه واتاكد منه خالص. بس تقليب بايدك فيها. كل سنه وانتم طيبين. كده زي ما انتم شايفين اهي سخنه تمام اهي. معانا احنا ايه بقى؟ معانا 4 معالق سكر بودر لو انت حابه بتحبيها معسله. ومعانا الجلوكوز بتاعنا كوبايه سكر على كوبايه ميه، عصره ليمونه ساعه الغليان ايه نحط كيس الفانيليا. هنضيفه مع بعض حبايب قلب حسناء هنا. اول حاجه هنضيف الايه السكر بتاعنا اهو، وتقليبه لو انت بتحبيها مسكره وهي سخنه كده بتمتص الايه السكر. بسم رب العالمين. عشان الكريمه بتاعتنا. وبعدين هننزل بالسيرم بتاعنا. يلا هننزل بقى بالسيرم بتاعنا تش اهو، ونقلبها حلو تمام لغايه ما ايه ما تشرب زي ما بيقولوا كده كله مع بعضه. قاعده معايا بعد التقليب. تحبوها مسكره هتعملي زي ما انا عملت بالظبط. هنبدا بقى نضيفها في الكاسات بتاعتها او الكوبايات او اللي او الحاجه الحلوه اللي انت هتحطي فيها. حلو الكلام. يلا كده نعبيها مع بعض زي ما احنا متفقين. ادي الايه الكنافه، وادي الكوبايات بتاعتنا اهي، وادي الكريم شانتيه راق وراق اللي يعجبك. حلو الكلام. يلا نعبيها. وكده الشكل بتاعها زي ما انتوا شايفين. راق كنافه راق حبيبه قلبي كريم شانتيه. واحنا عملناها وشفناها عملناها ازاي. طريقه سهله وبسيطه. وممكن انت بقى لو عايزه فواكه مثلا في فراوله في مانجا، هتجيبي جيلي الفراوله وهتجيبي جيلي المانجا، هتعمليه علشان يحافظ على المانجا تعيش في التلاجة معاكي يوم او 2. انا ولادي عايزينها كده اللي يعجبك انت. يا رب كده الطريقة تكون سهلة وبسيطة وتعجبك. اتفضلوا معانا. تعالوا بقى كده موريها لكم كده من على قرب. تحبي بقى الكريمة تزودي، عايزاها كلها كنافة زودي، يعني انت حسب ما ايه بيتك ولادك بيحبوها. طبعا الكوبايات دي اللي عندي زي ده كوباية العصير، ودي كوبايات برضو كانت عندي، ودول كانوا 6 بس الحمد لله بقى منهم 3. يا رب يتعاد عليا وعليكم بخير اللهم امين. فيديو حلو ان عجبكم ما تنسونيش. حلو الكلام. كلام سليم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله ورمضان كريم.